النهارده هجاوب على اسئلتكم اللي انتوا كتبتوها في البوست اللي انا عملته في اليوتيوب. هيبقى فيه تعليقات متنوعة واسئلة جامدة جدا. ويلا بينا نبدأ بأول سؤال. ايه أول لغة برمجة اتعلمتها؟ أول لغة برمجة اتعلمتها كانت بايثون، لأنها كانت من أسهل اللغات وأكتر لغة ساعدتني أبدأ في البرمجة. السؤال اللي بعده، شو هي آخر أعمالك؟ آخر حاجة شغال عليها دلوقتي هي لعبة جديدة اسمها جزيرة الخطر. السؤال التالت، لو شخص بده يدخل مجال البرمجة، ايش النصيحة اللي راح تقدمها له؟ ايش الخطوات اللازمة عشان يكون مبرمج متمكن؟ أول حاجة لازم تبدأ بلغة سهلة زي بايثون عشان تفهم المنطق الأساسي. تاني خطوة، ركز على حل المسائل والمشاكل بدل الحفظ، لأن التفكير أهم من الكود نفسه. تالت حاجة، ادخل في مشاريع صغيرة زي ألعاب بسيطة أو تطبيقات عشان تطبق اللي اتعلمته. وأهم نصيحة، خلي عندك صبر واستمرارية. البرمجة مش بتتعلم في يوم وليلة، الممارسة هي اللي هتخليك متمكن. السؤال الرابع، ايه هدفك من دخول اليوتيوب؟ الهدف الأساسي إني أعلم الناس وأشارك المعلومة، عشان أي حد نفسه يتعلم يلاقي مكان بسيط يبتدي منه. السؤال الخامس، بتحب تبدأ المشروع من الصفر ولا تعتمد على تمبلتس جاهز؟ أنا بصراحة بفضل أبدأ من الصفر عشان أتعلم كل التفاصيل بنفسي، يكون عندي تحكم كامل في المشروع. السؤال السادس، إزاي أعمل نظام تشانكينج؟ اختار شوف الفيديو ده. السؤال السابع، هل جربت تعمل مشروع مفتوح المصدر؟ أيوة، عملت مشروعين. الأول موجود في الفيديو ده، تاني كمان في الفيديو ده، سيب لك الروابط في الوصف. روح واستكشف المشاريع بنفسك. السؤال الثامن، ايه نوع لابتوب؟ انا بستخدم لابتوب اتش بي. السؤال التاسع، ازاي بدأت في برمجة الالعاب؟ انا بدأت من خلال مبادرة اي سكول المصرية، وكانت السبب اني ادخل المجال واتعلم خطوة بخطوة. السؤال العاشر، هل هتعمل كورس كامل من الصفر على جودت؟ ايوه، انا بدأت وعملت 3 فيديوهات ولسه مكمل ان شاء الله. هل ممكن تجيب يوتيوبر معاك وتعملوا تحدي؟ الفكرة حلوة جدا، ممكن تحصل في المستقبل لو لقيت حد مناسب. هل هتحسن من المونتاج وتخليه أقوى؟ أكيد، أنا بحاول أطور في جودة الصوت والمونتاج، ومع الوقت هتشوفوا الفرق الكبير. هل أنا نوبو أحسن منك؟ كل واحد ليه طريقته وأسلوبه. في الآخر الهدف نتعلم ونفيد الناس، مش مين أحسن. هل عندك لعبة جاهزة تنزلها على القناة؟ لسه في مشاريع شغالة عليها تحت التطوير، وأول ما لعبة تجهز هنزلها إن شاء الله. هل القناة هيكون فيها ديفلوجات ويوميات؟ حاليا تركيز على المحتوى التعليمي، بس ممكن أضيف يوميات بعدين لو لقيت ناس حابة الموضوع. السؤال الحداشر، ويز أعمل أنيميشن لشخصية من على جودة فور، وهنا قصده إزاي أعمل. طب شوف الفيديو ده. السؤال الاتناشر، أنت عارف إن أنا عارف عنوان بيتك؟ مش لازم أجاوب على السؤال ده. وبكده أكون جاوبت على كل أسئلتكم. بجد بشكركم على التفاعل الكبير والأسئلة الجميلة اللي بتخليني أقدم محتوى أكتر. لو عندك أي سؤال جديد اكتبه في الكومنتات، ممكن يكون هو موضوع الفيديو الجاي. متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وبس، سلام.